وتحت عنوان المنتخب الوطني يتألق وينثر الدرر ويعزف سيمفونية رائعة ويعتلي صدارة مجموعته في الشان بفوزه الكبير على نيجيريا، كتب عبد الرحمن عبد الرسول. الإخوة الرياضيون قدم سحرة السودان الروائع وخطفوا الأضواء ولعبوا كما لم يلعبوا من قبل، وعزفوا سيمفونية رائعة، وبالطول بالعرض هزوا الأرض تحت أقدام لاعبي منتخب نيجيريا الذين وقفوا حيارى غير قادرين على مجاراة صقور الجديان في مهاراتهم العالية وأسلوب أدائهم الراقي، بل كانوا وكأنهم طلبوا من لاعبين إيقاف هذا المد الكاسح من كل الجبهات من العمق والأطراف، حيث فشل لاعبو المنتخب النيجيري في إيقاف هذا المد المصحوب بالجماعية والمهارة الفردية التي كانت لها كلمتها في مباراة الأمس. 11 كوكبا لعبوا وتفوقوا على أنفسهم بالأداء السلس والجماعية المتناهية، حيث فشل لاعبو المنتخب النيجيري في إيقاف هذا المد والحد من خطورته. وشهدنا الموهبة الفذة الذي يلعب كرة تفوق سنين عمره، قيثارة ورمانة الكرة السودانية، اللاعب عبد الرؤوف. شهدناه يتلاعب بلاعبي المنتخب النيجيري لدرجة أنهم عجزوا عن إيقافه، فهو لاعب صاحب موهبة عالية يتلاعب بالكرة كما يشاء. هكذا كان 11 كوكبا الذين بدأوا المباراة، بداية بالحارس أبوجا، وأمامه الرباعي الطيب عبد الرازق ومازن سيمبو وياسر عوض وطبنجة، والثلاثي المرعب في خط الوسط بوجبا وصلاح عادل، ورمانة الكرة الأفريقية والعربية عبد الرؤوف، وفي المقدمة الموهبة موسى حسين والشبل مازن فضل وعلي عبد الله. هذه الكوكبة المتميزة استطاعت ومنذ الوهلة الأولى أن تفرض سيطرتها على الملعب بإيقاع أداء سريع ومتنوع من الأطراف وعن طريق طبنجة وياسر عوض، بتقدمهما ومشاركتهما الفاعلة في بناء الهجمة. أما ثلاثي خط الوسط فقد كانوا كلمة السر في المنتخب، ولعبوا دورا فاعلا في ربط خطوط الفريق وتقاربه وفي بناء الهجمة والتقدم لزيادة عددية المهاجمين والمشاركة الفاعلة في التهديف. أمام هذا السيل من الهجمات تعددت أخطاء مدافعي المنتخب النيجيري وزادوا سوءا بفضل المهارة العالية للثنائي عبد الرؤوف وموسى حسين الذي تلاعب بمدافعي المنتخب النيجيري. أما رباعي خط الدفاع فكان التماسك والتقارب صفتهما في المباراة بخبرة المدافع المتألق الذي يزداد بريقا يوما بعد يوم، الطيب عبد الرازق. هذا الترابط والتماسك وهذا التألق وهذه المهارة العالية كانت كلمة السر بعد مضي ربع ساعة لبداية المباراة ليجيء الهدف الأول من كرة لنجم المباراة عبد الرؤوف من القذيفة المرتدة من القائم التي تحولت للمدافع النيجيري إلى داخل الشباك، معلنة الهدف الأول للسودان. هذا الهدف كان له مرده الإيجابي للفرقة الماسية لتبدع وتسيطر على كل جربات الملعب وتعزف سيمفونية رائعة جميلة. هذا
ومن تمريرة طويلة من عمق دفاعي نيجيريا أبعد المدافع الكرة بيده، ولم يتردد الحكم الجزائري في احتساب ركلة جزاء للسودان تصدى لها بوجبا محرزا الهدف الثاني الذي انتهى عليه الشوط الأول. وبعد أن هزوا الأرض تحت أقدام النيجيريين جاء الشوط الثاني، شوط الإبداع السوداني الذي امتلك فيه صقور الجديان الملعب طولا وعرضا، وقدموا خلاله الدرر والروائع، وتلاعبوا بمنتخب نيجيريا الذي فشل في مجاراة أبطالنا واستسلم تماما أمام هذا السيل الجارف من كل الجبهات، مما جعل الجالية السودانية على قلتها بملعب أمان بزمزبار تهتف بالطول بالعرض: سودان يهز الأرض. تلك الكلمات والهتاف كان كالبلسم لنجومنا، لتتجلى موهبة اللاعب عبد الرؤوف الذي يعرف كيف يروض الكرة وكيف يتعامل معها ويحرز هدفين أحدهما أحلى من الآخر. وهنا شعر كواسي أبية المدير الفني للمنتخب براحة نفسية وهو يشاهد تلك المتعة التي صهرها في بوتقة واحدة، وبعد أن اطمأن على نتيجة المباراة أراح عددا من العناصر للمباراة المقبلة أمام السنغال يوم الثلاثاء المقبل الحاسمة للصعود للدور الثاني، ويقبل عليها السودان بفرصتي الفوز والتعادل. وإذا أردنا أن نختار نجما للمباراة فإن كل لاعبي المنتخب كانوا نجوما، إلا أن التمييز حقيقة يجيء للموهبة الفذة ورمانة الكرة الأفريقية والعربية عبد الرؤوف الذي توهج في مباراة الأمس وقدم كل ما هو جميل ورائع، وأبدع ومرر وأزعد وأحرز. هكذا كان عبد الرؤوف في مباراة الأمس. أخيرا نؤكد أن هذه المباراة التي انتهت لصالح منتخبنا الوطني جعلته في صدارة مجموعته الرابعة ب4 نقاط بفارق الأهداف عن السنغال. هذا النصر العزيز نقدمه هدية لقواتنا المسلحة وهي تحتفل بعيدها 71. هذه القوات صاحبة التاريخ الناصع ليس على مستوى إفريقيا أو الوطن العربي فحسب، بل على مستوى العالم وفي كل الحروب التي خاضها الجيش السوداني. نريد من شرذمة ومرتزقة الميليشيا الإرهابية المتمردة ومن خلفهم دول الشر أن يقفوا عن استهداف السودان. أما المرتزقة والخونة من أبناء الوطن الذين خانوا وباعوا أنفسهم نقول لهم إن التاريخ لا يرحم، وأنتم تناصرون قتلة ومجرمين نهبوا وقتلوا وسرقوا واغتصبوا. التحية لقواتنا المسلحة التي تذود عن حياض الوطن، والشعب بأكمله سيخرج في مواكب فرح احتفالا بعيد الجيش 71. العزة والمنعة والتحية والتجلة لقواتنا الباسلة وهي تحتفل بعيدها الوطني. وعاش السودان حرا مستقلا، وبالله التوفيق.